السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فرنسي في الملعب. أشباه الرجال يهينون الزمالك ويهينون اسم الزمالك وتاريخ الزمالك في لوبومباتشي في كونغو بخسارة مذلة، بخسارة مهينة، بخسارة مذلة 3-0 من مازيمبي. طبعا زي ما اتفقنا الماتشات اللي فاتت كلها ان بنلعب من غير مدرب، بنلعب من غير رئيس نادي، وبنلعب من غير لعيبه. طبعا ميتشو ده مش مدرب، ما يرجعش اصلا من كونغو، يعني يسيبوه هناك. ما ينفعش يكمل دقيقه بعد كده. بالنسبه لمرتضى منصور مختل عقليا ورئيس نادي مريض 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 مريض. لما انت تطلع تتكلم على طارق حامد نجم فريقك وارجل لعيب، مش في الزمالك، ارجل لعيب في مصر، وتقول ان هو بيتمارض وان هو ما عندوش اي حاجه، وان هو عشان خاطر مستحقاته وتطلع بيان للراجل ده، فطبيعي ان انت تبقى بالمنظر ده لما تشكك في ارجل لعيب موجود في مصر. طبعا الراجل سافر معاك وخدك على قد عقلك وبتاع. عايز نسافر؟ طب خلاص هسافر، وريني مين اللي هيلعب بقى. انا عندي مشاكل في ظهري، اهبل. فطبعا الزمالك بيعاني معاناة ضخمة جدا في عدم وجود طارق حامد، وده بان من السنين اللي فاتت، مش دلوقتي بس. الله اكبر، الله العظيم. آه طبعا يعني فضيحة ان انت تخسر ب 3-0 بالمنظر ده. نتيجة بشعة جدا. آه طبعا لعيبة كتير اوزانها زايدة. يعني اي نادي يعني ما عندوش اي فكرة عن اي حاجة، هتجيب ميزان من توحيد والنور ب 85 جنيه الميزان، هتحطه في اوضه اللبس وتوزن اللعيبه اللي اوزانها زايده يعني قبل الماتش، وتشوف انت كاتب عندك يعني الراجل ده وزنه قد ايه. ايه منظر شيكابالا ده؟ ايه منظر محمد حسن ده؟ ايه منظر الاوزان ده؟ راجل يعني واخد اللعيبه اكتر من شهر. تعمل اللعيبه دي ما اتمرنتش نهائي، اللعيبه دي ما اتمرنتش نهائي، ده اللعيبه دي نسيت الكوره. واحد زي محمد عبد الغني ده نسي الكوره. يعني مش عارف. الكور كلها اللي اتلعبت محدش ماسك، الراجل لوحده في ال 18 محدش ماسك حد. يعني حاجه بشعه. يعني اللعيبه دي ما اتمرنتش نهائي نهائي، مفيش اي يعني معرفش. اللعيبه اوزانها زايده، معرفش انت بتفطروا اللعيبه دي فته ولا انت بتعملوا ايه. حاجه غريبه جدا. ماتش زفت. بالمنظر ده الزمالك هيخسر كل حاجه. لو المدرب ده كمل دقيقه عن كده الزمالك هيخسر كل حاجه. ورئيس النادي المختل ده لازم يبعد عن الفرقه شويه، ويبعد ان هو يتكلم على اللعيبه بتاعته نهائي. وعندك يعني اظن ان عندك نماذج تقيله جدا 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 كمدربين مصريين، مش محتاج ان انا اجيب مدرب اجنبي نهائي. عندك حسن شحاته مدرب تقيل جدا، مش احنا اللي هنتكلم عليه، اتكلم عن نفسه. عندك حلمي طولان، طبعا عنده مشاكل مع حلمي طولان وعمره ما هيجيبه. لا يعني في مدربين يعني جامدين جدا. عندك اسامه نبيه مدرب واعد وشايف ان هو يبقى يعني ملوش حل لو الزمالك قدر ان هو يجيبه. هنشوف اللي جاي هيعمل ايه، ومرتضى منصور هيعمل فينا ايه تاني بعد كده. السلام عليكم.